سبت لكم فيديو كده بقول لكم فيه سيبوا المناطق اللي انتوا قاعدين فيها عشان نعمل فيديوهات سوا. تعالوا النهارده نبدا اول فيديو في سلسله انا وانت ودوقني يا جدع. وفي اول جزء هيكون معايا 3 من الناس اللي سابوا اساميهم تحديدا في منطقه الف مسكن عشان نجرب هناك محل انا صراحه شفت له فيديوهات كتيره قوي وهو برجر انبوكس. وهيكون معانا في الجزء ده عمر وده طالب في 5 طب، ومحمود وده اصلا كان شغال شيف قبل كده، وعمر برضه بس ده في بزنس. حددنا مع بعض هنطلب ايه وعمر تطوع ان هو يجيب الاوردر، وتقريبا يعني جبنا كل حاجه في المحل. واول حاجه بدانا بيها عرض كده فيه 4 سندوتشات هوت دوج و2 بطاطس ب 150 جنيه. واول حاجه بدانا بيها في العرض ده هي البطاطس. التوابل اللي عليها بس كانت محتاجه تزيد، بس قشطه حلوه يعني. هي مش مزيتها كمان. وبعد كده دخلنا في سندوتش الهوت دوج نفسه. هو في وحده هوت دوج كبيره مقسومه نصين ومحطوط تحتها كده تقريبا صوص شيدر. هو العيش بس هو اللي حلو، تحس العيش بتاع دومتي ده كده شويه طعم فرول سيكا، بس قشطه. بسم الله. هو كان محتاج صوص. هو محتاج صوصات. هو انا ما اعرفش هو المفروض لو هو بيجي معاه صوص او حاجه ولا لا، بس هو بس محطوط عليه صوص الجبنه اللي هنا اللي عليه. حاسه ناشف شويه. ناشف شويه. علي صوتك. هو في مايك بس انت برضه محتاج تعلي صوتك. انا حاسه ناشف شويه وكان محتاج هو برضه يعني يستوي شويه او يحمروه بشكل اكتر. هو عارف بعد لما الصوص بيتعمل كده بيتحط على السن على الجريل بياخد اللي هي الوش بتاعه. أيوة. بس هو هنا تحس ان هم سالقينه كده بس وخلاص. بالظبط، فكان عايز ياخد اللي هو الوش ده. بس صراحه هو سعر الاوفر حلو، يعني هو 4 سندوتشات ب 150 جنيه مع البطاطس، فهو يعتبر حلو. بس كسندوتش هم محتاجين يشتغلوا على بعض النقط. جربنا برضو بعدها اوفر تاني وهو ساندوتش برجر وساندوتش فرايد تشيكن معاهم بطاطس ب 110 جنيه. وابتدينا في الاوفر ده بساندوتش البرجر، كل واحد اخد منه قطمه ويلا بينا نشوف راينا فيه. بالي المشكله بس في العيش، لكن طعم اللحم في نفسه كويس. هو طعم اللحمه حلو عاجبني، والعيش مش حاسس ان هو فيه مشكله عادي، بس انا حاسس ان هو كان ممكن برضه يزودوا يحط له الصوص شويه. حاسس ان هو الصوص بيحطوا في سندوتشات قليل لحد دلوقتي من اللي احنا شفناه في الهوت دوج والبرجر بس كان غير كده هو ساندوتش حلو قوي. هو كويس بالنسبه لان هو كلاسيك، فكويس وحلو. حته الصوصات يعني متوازنه. انا بالنسبه لي انا الصراحه ما بحبش الصوصات الكتير، فانا بالنسبه لي قشطه الصوص هي مظبوطه. بس هو زي ما محمود كان بيتكلم، هو العيش كان ممكن بس يدوله سن التحميصه كده اللي هو بعد لما يخلص السندوتش كان هيبقى حلو قوي. بس غير كده لا قشطه عجبني. خلصنا بقى الساندوتش ده ودخلنا بعدها على ساندوتش الفرايد تشيكن اللي في نفس الاوفر. هو البيف احسن يعني بمراحل بالنسبه لي، يعني انا حاسس ان البريدنج كتير قوي في التشيكن، فانا لما دقت حسيت ان باكل بريدنج مش باكل فراخ خالص. يعني هو سندوتش الفراخ ما عليهوش اي حاجه ثانيه. الاسواق برضو قليله سيكا قوي، الخضار مش باين. هو برضه كان نفس المشكله في اللي هو السندوتش اللي فاتت، اللي هو موضوع الصوصات ده. يعني انا حاسس ان هو محتاجين يزودوا بس حته الصوصات دي في كل السندوتشات لحد دلوقتي. برضه حتى الفرايد تشيكن يعني هو محتاج يزيد شويه، بس كنت حاسس ان هو ناشف حاجه بسيطه. اتفق مع راي محمود وراي عمر. اولا هم محتاجين يظبطوا العيش. ما اعرفش هل احنا عشان احنا جايين في اول يوم فمثلا ده ممكن يبقى لسه من امبارح او حاجه ولا لا، بس هو العيش ده محتاجين يظبطوها. حتى هم الساندوتش ده محتاجين يزودوا فيه الصوص. انا ما بحبش الصوص كتير، بس هو ده محتاج يتزود فيه الصوص شويه. وبعد كده عمر اخد الساندوتش تاني عشان يدوق، عشان حاسس ان راينا مختلف شويه عنه. بص شوف البريندنج هو ده اللي بتكلم عليه، هي كبيره شويه، هو ده اكتر حاجه بتبان يعني عكس الفراخ. بص رفيعه خالص، فعلا الصوصات قليله شويه بس هو كطعم شغال. دخلنا بعد كده بقى على السندوتشات اللي فيها لغواصه، واول واحد منهم هو تشيكن موتزاريلا برجر. وده بيكون قطعه فراخ عليها تركي مدخن وموتزاريلا ستيكس، وسعره 85 جنيه مع البطاطس. هو بالنسبه لي برضه طعمه كويس. الموتزاريلا ستيك برضه طعمها كويس، بس هي عشان بردت شويه في حته الشده وكده فما سعرتش. هو برضه نفس المشكله في كل الساندوتش لحد دلوقتي، اللي هو موضوع اللي هو الصوصات والعيش. لكن غير كده هو الحاجات اللي جوه الماتيريالز بتاعتها كويسه، طعمها حلو. هي برضه نفس المشكله، البريدنج والفراخ رفيعه، بس كساندوتش طعمه حلو. بس هو انا حاسس بطعم الفراخ حتى والبريدنج وهي كتير، بس هو بالنسبه لي كطعم ساندوتش هو سعره وطعمه الاثنين حلوين، بس هو محتاج يظبط شويه الحاجات دي. واخر سندوتش جربناه بقى هو بيج بيف بوكس، والسندوتش ده يعتبر السندوتش الوحيد اللي عليه كميه من الصوصات محترمه. هو بيكون عباره عن قطعتين برجر عليهم بيف بيكن وهالبينو ستيكس، سعره 110 جنيه وبيجي معاه بطاطس وعصير. بص هو العيش في العادي بيفرول من الصوصات، بس بتبقى فيه الحته اللي فوق دي اللي هي بتحسه اتقشر كده وبتاع، دي ما بتبقاش من الصوصات. هو العيش ده معرفش بقى بايت من امبارح اول امبارح ولا ايه، بس هو محتاج يظبط حته العيش. الهالبينو ستيكس انا عجباني الصراحه معاها. بيف بيكن ده لو كان اتشوح على الجريل كان بالنسبه لي هيبقى حلو قوي. موضوع العيش بس، موضوع الصوصات في الساندوتش ده يعني الصوصات فيه تشي شويه. موضوع البيف بيكن ده زي ما باظة قال يعني هو بس محتاج
يظبطوه شويه، بس لكن غير كده الساندوتش كويس يعني. انا ده بقى كيفني الصوصات فيه حلوه، اللحمه طعمها حلو، هو بس النقطه في العيش بس مش اكتر، هو بايت شويه، لكن هو كل حاجه كيفني صراحه. ومن الحاجات برضه اللي المحل ده بيعملها مختلفة عن محلات البرجر، ليمون نعناع ومانجا. مانجا حلوه، وحلوه برضو انها قطع. هو ليمون حلو برضه. اولا الليمون نعناع ده خطير يعني، حلو قوي. وفي الاخر بقى وملخصا للفيديو ده، بعد محاورات كتير قوي ما بيننا، المحل الصراحه كويس، بيقدم برجر طعمه حلو قوي، وهكذا البطاطس والعصاير فعلا طعمها حلو عنده. مشكلتنا بس كلها ان الصوصات كانت قليله بشكل ملحوظ، والعيش والسوسيس كان محتاج يشتغل عليهم حبتين ثلاثه. ما تنسوش بقى تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في السلسله دي، ولو جربتوا برجر انبوكس تقولوا لي رايكم فيه في الكومنتات. وشكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه وعمر ومحمود من قناه لايف وزباظه. سلام.